السلام عليكم. البدايات دايما ليها طعم مختلف، طعم مميز بيفكرنا بالفرحة والحماس اللي بيجي مع كل حاجة جديدة، سواء كانت بداية علاقة، بداية مشروع، أو حتى بداية شغل جديد. البدايات هي اللحظات اللي بنشعر فيها إن العالم مليان فرص واحتمالات جديدة. خلونا نبدأ بالسؤال: ليه البدايات بتدينا إحساس خاص ومختلف؟ البدايات دايما بتكون مليانة بالتفاؤل والحماس. ساعات كتير بيبقى عندنا فضول قوي وإحساس بالتشويق كأننا بنفتح باب جديد لحياة جديدة. الحماس ده بيدينا طاقة نقدر نواجه بيها أي تحدي، وبنشوف فيها دايما أمل وفرص للتحسن والتغيير. الأحاسيس الجميلة اللي بتيجي من البدايات: إحساسنا بالبدايات مش مجرد حماس، هو كمان شعور بالتركيز والانتباه لكل التفاصيل. في البداية بنكون مدركين لكل حاجة حوالينا، بنفتكر التفاصيل الصغيرة، وكل لحظة بنعيشها بتكون مميزة، زي مثلا أول يوم في الشغل، أول لقاء مع شخص مهم، أول مرة تبدأ فيها مشروع كان مجرد حلم. البدايات بتديك فرصة تحس بكل لحظة وكأنها أول مرة. التحديات الخفية في البدايات مش دايما سهلة، ساعات بتكون فيها صعوبات أو قلق من المجهول، لأننا لسه بنكتشف الطريق. لكن الجميل إننا في المرحلة دي بيكون عندنا إصرار وشجاعة أكبر، بنبقى مستعدين نجرب ونغامر. أحيانا بنشعر بخوف أو تردد، لكن الرغبة في النجاح بتخلينا نواجه التحديات بكل قوة. إزاي نحافظ على طاقة البدايات؟ إزاي ممكن نستفيد من طاقة البدايات دي ونخليها تفضل معانا؟ ممكن نقول إن السر هو إننا دايما نفتكر ليه بدأنا، إننا نسترجع دايما الإحساس ده في وسط الطريق. لما تواجهنا صعوبات أو نحتاج دفعة للأمام، نخلي الشغف اللي بدأنا بيه يكون هو الدافع اللي يكمل معانا في الرحلة. في النهاية، البدايات لحظات استثنائية، لحظات بتحفر في ذكرياتنا وتبقى جزء مننا. فخلي عندك قدرة على الاستمتاع بالبدايات، ومتستعجلش. دايما افتكر إن حلاوة البدايات هي اللي بتدي حياتك معنى، وبتبني لك ذكريات جميلة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وفعل الجرس. شكرا للمتابعة.